حلقة جديدة وشارك أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا. الحق في الحياة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان. الفريق اللي معانا النهاردة غير الموضوع وخلى الحق في الحياة أحد الحقوق الأساسية لأي حد أو لأي كائن حي، وقرروا أنهم يكونوا حماة للبيئة وحماة للحياة البرية. تفاصيل كتير هنتكلم عنها مع ضيوفي اللي منورنا النهارده. استاذ عزمي اسلام سعد عدلي، مدرس مساعد بكليه العلوم جامعه عين شمس، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. وسندس رؤوف، كليه العلوم جامعه عين شمس، اهلا وسهلا بيك يا سندس. برنامج البايو تكنولوجي صح كده؟ انا مش عارفه القصه ايه ومش قادره افهم قوي ازاي تاخدوا اعلان من اعلان حقوق الانسان تطبقوه على الحياه البريه. نبتدي مع الدكتور الاول وبعدين هاخد منك التفاصيل يا سندس. اتفضل يا سندس. زي ما حضرتك قلتي انا في كليه العلوم جامعه عين شمس. طبيعه دراستي عامه انا تخصص بيولوجي، والشغل بتاعي عامه عن التنوع الاحيائي. ابتديت بعد كده الفتره اللي فاتت اشتغل على المتطفلات اللي هي بتعيش مع الطيور. وده كان من خلال دراستي بتحتاج ان انا طبعا بسافر اماكن في بعمل فيها زي كامب بفتره مثلا من الوقت، ببتدي ان انا الطيور دي وابتدي اشوف الحاله بتاعتها، الطيور المهاجره في فترات الهجره، ابتدي ان انا بشوف المتطفلات اللي هي بتيجي ساعات منقوله بالطيور من بلد لبلد. فابتديت الفتره اللي فاتت تعمقت في الدراسه دي بشكل عام. ابتدينا اللي احنا شفنا شويه سلبيات طبعا كتيره جدا لبعض الكائنات في خلال السفريات بتاعتنا اللي هي كنا بنروحها في الكامب بتاع الشغل. ابتدينا نقول كان نشوف بعض الكائنات اللي هي مصابه، بعض الكائنات اللي هي في اثار سلبيه كبيره جدا عليها من استخدام البلاستيك والتلوث اللي موجود في البحار والمحيطات والبر عامه. الموضوع ده اتطور شويه لما كان نوفمبر 2018 لما المؤتمر التنوع الاحيائي للامم المتحده كان في شرم الشيخ. طبعا دي كانت استضافه كبيره جدا، حدث كان كبير جدا في مصر على مستوى العالم. ده مؤتمر بيتعمل كل سنتين في كل دوله. السنه الجايه ممكن هيكون في المكسيك على ما اعتقد. ابتدينا ان احنا شاركنا انا ومجموعه من الزملاء من اعضاء التدريس كليه العلوم جامعه عين شمس. كنا شاركين ببعض البروشورات التوعويه عن البيئه والحياه البريه كأزمة البلاستيك وكأزمة الإفراط في استخدام المبيدات وكأزمات كتيرة جدا بتأثر على القطاع الحيوي أو التنوع الحيوي بشكل عام. ابتدينا اللي احنا هناك اتكلمنا مع ممثل الامم المتحده لقطاع البيئه كريستينا بالمر. ابتدينا ان احنا ازاي نتكلم معاها ازاي اللي احنا نشارك في قطاع البيئه بشكل عام وليه نكون مساهمين. ابتدينا نتكلم عن التطوع اللي احنا ممكن نتطوع عن طريق نشر المعرفه ونشر المعلومات اللي احنا حصلنا عليها في المؤتمر دي خلال الناس اللي حوالينا في الجامعه وخارج الجامعه في الاماكن العامه وفي الاماكن المتخصصه زي الجامعات والمدارس. ابتدينا ان احنا والتيم نحط حجر الاساس لفريق اسمه حراس البريه. الهدف الاساسي للحراس البريه هو كان حاجتين اساسيتين، هي توعيه عامه، توعيه مجتمعيه بالبيئه، ازاي اللي احنا نقدر الحاجات السلبيه تجاه البيئه بشكل عام نبتدي اللي احنا نغيرها. قطاع البيئه من القطاعات اللي هي مش واخده اهتمام كبير في الدوله. ممكن تكون عشان مشكله ثقافه شويه. صعب ان انت تقنع حد ان انا ما ارميش زباله، ما استخدمش بلاستيك، ما استخدمش حاجات ممكن ان هو يكون شايفها عادي جدا، ما يعرفش الاثار السلبيه اللي احنا هنتكلم فيها بعد شويه اللي هي ممكن تترتب في الاخر على الانسان نفسه، اللي هي هتعود في الاخر على الضرر على الانسان نفسه. ابتدينا ان احنا نحط الفريق ده كان الاول مجموعه من اعضاء التدريس زي ما قلنا. ابتدينا نكبر الفكره شويه اكتر، ابتدينا نضم لينا مجموعه من الطلبه اللي هم الدارسين بكليه علوم قسم التكنولوجيا الحيويه. ابتدينا ان احنا نقعد نحط اهداف لينا نقدر نحققها على ارض الواقع. زي ما قلت كان الهدف اللي هو التوعيه البيئيه، والهدف الثاني كان حمايه الحياه البريه بشكل عام. حمايه الحياه البريه عن طريق كذا شق هنقوله. اول حاجه التوعيه بالحياه البريه. يعني ايه حياه بريه؟ هي الحياه التنوع الحيوي اللي موجود حوالينا، موجود مش حاجه مقفوله. يعني موجود. انتوا كان الهدف ان انتوا تعملوا توعيه بايه هي الحياه البريه؟ بايه هي الحياه البريه؟ ابتدينا اللي احنا اول حاجه بنعرف يعني ايه الحياه البريه، يعني ايه لو احنا نزلنا مثلا في مكان زي المحميات وكده
كده ايه الطيور اللي موجوده، ايه الثدييات، ايه الحشرات اللي موجوده، الحاجه اللي موجوده دي هناك. بتعرفوها لمين؟ بتعرفوها للناس بنعرفها بصفه عامه ولا بنعرفها الاول للطلبه الموجودين اللي خليهم يشتركوا معاكم في المبادره؟ التيم بتاعنا الاول لما كانت انطلاقتنا قبل اليوم العالمي للحياه البيولوجيه اللي كان لسه قريب، انطلقنا من محميه وادي دجله. ده كان اول اجتماع للفريق كامل باعضاء التدريس بالطلبه. ابتدينا ان احنا ننزل في محميه وادي دجله الاول، نشوف الكائنات اللي موجوده هناك، بنعرفها للطلبه، بنفهمهم ان ده مثلا لو حاجه مهدده بالانقراض ده موجوده، فبالتالي نبتدي ان احنا ننقلها للشخص العادي الزائر اللي بيجي للمحميه. استناني بقى اشوف الكلام ده ازاي اتنقل عند سندس. انت في سنه كام يا سندس؟ انا في سنه ثانيه. طيب يعني من بدايه اطلاق المشروع وانت موجوده مع التيم؟ لما دكتور اسلام كلمنا. طيب القصه بقى وصلت لكم ازاي؟ ده جزء بقى من التدريب العملي اللي عندكم ولا لا ده يعني نشاط خارجي زياده انتوا بتعملوه لتدعيم بقى دراستكم او لحاجات بتبقى متناسبه مع اهتماماتك الشخصيه؟ لا هو حاجه خالص يعني بعيده خالص عن الدراسه بتاعتنا والقسم بتاعنا، بس هي حاجه يعني زي ما بتقول بتفيد المجتمع وبتعود علينا، يعني المشاكل اللي بتحصل دي بتعود علينا احنا بالضرر. فاحنا لما لقينا حاجه زي كده، طب ليه احنا ما ننزلش؟ ليه ما نعرفش اكتر؟ يعني ليه ما نشوفش المشاكل دي ونحاول احنا نحلها؟ يعني احنا لسه شباب وده دورنا اصلا. بس فابتدينا لما دكتور اسلام كلمنا لا تمام، يعني احنا اصلا يعني حابين نساعد في موضوع الحياه البريه. ابتدى يفهمنا اكتر، يدينا نبذه مختصره عن الموضوع. الانطلاقه بتاعتنا كانت من محميه وادي دجله، نزلنا هناك المحميه، مكان كبير جدا وموجود فيه تنوع كبير جدا من الكائنات النباتات والثدييات. في تقريبا 370 نوع نبات هناك. وبس لاحظنا شويه مشاكل كده هناك، ان الثدييات لما سالنا الجايد اللي كان بيدلنا هناك على مكان المحميه وكده، ان هم يعني ما عملوش زي جرد او بقالهم فتره كبيره جدا ما يعرفوش ايه الكائنات اللي عايشه هناك. ودي يعني حاجه مش صح، لان احنا المفروض نعمل جرد بصوره مستمره، نشوف الكائن ده اصلا متوفره له البيئه الصح ليه ولا لا. احنا ما نعرفش الكلام ده، فدي حاجه من الحاجات اللي ضايقتنا، يعني ان احنا لازم ننزل. قبل ما نعرف مشاكل المحميه، اوكي، كم واحد منكم اهتم انه يشترك؟ اتعرفتوا على بعض ازاي؟ كلكم عارفين بعض ولا كنت اول مره تتقابلوا الطلبه اللي اشتركوا في المبادره؟ احكي لي كواليس وبعدين نعرف المشاكل. اوكي، هو احنا معظم الطلبه اللي ابتدت ان هي تشترك في التيم كانوا كلهم من التكنولوجيا الحيويه التطبيقيه في كليه علوم جامعه عين شمس. انتوا الدفعه كام واحد اصلا؟ 21. اوكي. اشترك منها 15 شخص. اوه، اوكي. ده ايه ده؟ سيطرتك انت يا دكتور اسلام ولا ايه؟ ولا هم كلهم حابين انهم هم كانوا حابين الموضوع جدا ولا انت خليتها عملي بتاع لا طبعا، لان كل مقرر بيبقى ليه العملي بتاعه. هي ده نشاط بيئي يعني بشكل عام، نشاط مجتمعي لازم ان احنا نشارك فيه عامه خارج حتى الدراسه بتاعتنا. وده طبعا الكليه في الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى فيه زي ورش عمل هتبقى داخل الجامعه وداخل الكليه اللي احنا هندعم بيها بقيه الطلبه. في طلبه كتير جدا عايزين ينضموا لينا من كليه العلوم جامعه عين شمس ومن جامعه القاهره وجامعه قناه السويس، هيبتدوا اللي هم يبقوا معانا في الفريق بتاعنا على نشر التوعيه داخل الجامعه وخارج الجامعه. فهم كانوا حابين الموضوع جدا، اللي هم هيتحركوا بره الجامعه، هيبتدوا اللي هم يروحوا محميات، هيتعاملوا مع القطاع العام بره بشكل كبير جدا. يعني 15 واحد من 21، يعني عددكم مش كبير قوي، فبتقدروا تتواصلوا بسهوله وتقريبا عارفين بعض بالاسم كله، حتى الدكاتره اللي معانا اللي هم مشاركين معانا يعني عارفينهم كلهم كويس قوي. ايه بقى اللي اختلف مع الدكاتره من قاعات المحاضرات للمحميه؟ لا هو كتير بصراحه. احنا بنبقى مثلا في الكليه بنبقى محصورين في المنهج الاكاديمي اكتر، اللي هو لا يعني المعلومه دي قدامنا احنا لازم نعرفها، يعني المعلومات مش كتير، لكن احنا بره لا بنشوف ده على ارض الواقع فعلا. يعني بنشوف ايه المشاكل، بنشوف ايه الاماكن اصلا اللي احنا ممكن نروحها ونبدا منها نتعرف اكتر على التنوع البيولوجي. فلا هو اختلاف كبير بصراحه، ان انت لما تنزل غير ان انت لما تسمع الكلام، يعني فعلا يعني العملي غير النظري خالص. كويس قوي. الشباب متحمسين قوي وواضح من كلام سندس، بس انا عايزه اعرف ده هيفيدهم في ايه؟ يعني ده هينعكس على الشباب عشان تضمن استمراريتها. يعني قد يكون الحماس موجود في الاول والشباب بتبقى متحمسه قوي، عشان تضمن استمراريه الحاجه لازم يكون بيعود بنوع من انواع النفع. يعني العمل التطوعي في حد ذاته حاجه ظريفه وبتعمل ساتسفاكشن كده عند الناس، لكن دي حتى ما هياش مش بيقوموا باصلاح شيء هي. فانا عايزه اعرف ايه اللي يضمن استمراريه الشباب فيها.
طيب هي عامة الشباب كان الجزء الأولاني زي ما حضرتك قلت كده، العمل التطوعي هم حابينه جدا، ده طبعا اللي بيدعو ليه دلوقتي في الدولة كلها من أول الوزراء لحد سيادة الرئيس. ابتدينا اللي احنا اللي احنا نخش في الموضوع بتاع التطوع، ان بنزرع جوه الطالب دلوقتي اللي هو يكون متطوع مشارك في المجتمع بشكل عام. طيب ازاي انا ممكن في قطاع البيئة ده اللي انا استفيد بقى كشخص عادي؟ لو انا ابتديت ان انا دلوقتي مثلا زي المصانع اللي هي بتعمل مشاكل في البلاستيك، المصانع دي بقى مثلا اللي هي بتنتج بلاستيك بشكل كبير جدا، المصانع دي مثلا بتساهم بمشكله تلوث بشكل او اخر. وزاره البيئه المفروض بتبتدي اللي هي تفرض عليهم بعض القوانين او بعض الحاجات اللي هي هتبتدي تاثر على المصانع دي ماديا. فبالتالي لو انا النهارده جيت عملت توعيه جوه المصنع ده، قعدت مع صحاب المصانع دي، ابتديت اتكلم معاهم بالتيم اللي معايا، ممكن هم نفسهم يتبنونا، يبتدوا اللي هم المشاكل البيئيه اللي هم بيسببوها اوعيهم، اقول لهم ان ده بعض القوانين بتمنع الحاجات دي، وبالتالي هو ممكن هو يبتدي يبقى مجموعه من الخبراء البيئيين زي ما بيقولوا معاهم في المصنع، وبالتالي الطالب هيستفيد فيما بعد، اللي هو ممكن بعد كده لما يخلص الدراسه بتاعته اللي هو يبقى في قطاع البيئه بشكل عام من خبير بيئي، او اللي هو يكون مع وزاره البيئه بشكل عام كوظيفه بعد كده اساسيه ليه هو. فهو بيبني نفسه من هو صغير، بيبتدي يعرف المشاكل البيئيه، القطاع الخاص هو ازاي ممكن يتعاون معاه، ازاي اللي احنا نقنع القطاع الخاص بيه ان حجم الضرر اللي انت بيعود عليك شخصيا وحجم الضرر بيعود على المجتمع هو اكبر بكتير جدا من الحجم المكاسب اللي انت ممكن تكسبها من صناعات زي مثلا سنجل يوز بلاستيك، اللي هو البلاستيك اللي ما ينفعش اللي احنا نعمله ريسايكل تاني. لان طبعا مصر دلوقتي بقت يعتبر من اكبر 5 دول على مستوى افريقيا في تلويث المحيطات بالبلاستيك، و20 دوله على مستوى العالم. تمام. طبعا مشكله كبيره جدا. فالقطاع الخاص لو حس فعلا اللي احنا في مردود عليه لما ما يجلوش مخالفات قضائيه مثلا من وزاره البيئه، ما يجلوش مخالفات، هيبتدي اللي هو ممكن ياخد معاه مجموعه من الطلبه يكونوا هم معاه، كان هو يبقى راعي رسمي ليهم، وفي نفس الوقت هو الطالب يستفيد اللي هو بحاجه ده في دراسته وحاجه في حاجه بيحبها، وفي نفس الوقت يستفيد برضه بعد كده اللي هو ممكن يشتغل في القطاع ده زي ما قلنا. دخلتي المبادره عشان تعملي ايه يا سندس؟ دخلت المبادرة عشان اشوف ايه المشاكل اللي بتواجهنا عموما، وانا اصلا يعني انا سندس انا بحب الكائنات البرية جدا، فانا لا انا يعني مش حابة ان يكون ربنا وهب لنا حاجة وتنقرض احنا بسببنا احنا ان احنا ما حافظناش عليها. بس فانا ده مش حباه. فلما لقيت ان دكتور اسلام يعني طلب مننا كده ان احنا ننزل ونوعي الناس ونبدأ شغل تطوعي، يعني انا عموما برضو بنزل اشغال تطوعية كتير، فحبيت الموضوع ان انا انزل. من ناحيه البيئه، انا القسم بتاعي مثلا في مجالات فيه ليها خاصه بالبيئه اسمها environmental biotechnology. كان مجموعه من الطلبه من قريب عملوا اخترعوا زي يعني لقوا وجدوا نوع سترينز معينه من البكتيريا دي بتقدر ان هي تعمل تحليل للبلاستيك. يعني الابحاث دي هتفيدنا بعد كده، فاحنا اهم حاجه ان احنا يكون عندنا وعي بالمشكلات دي عشان نقدر ان احنا نقدم لها حلول من خلال الابحاث، من خلال التوعيه، من خلال لو وزاره البيئه هتدعمنا ايا كان. بس تمام. احنا عارفين ان الكليات بقت بتهتم قوي بالنشاط البيئي، وبقى فيه يعني حتى يعني اقسام مخصصه لده، بالاضافه لان الكليات العامه كمان بصفه عامه دايما بتعمل وكلاء للكليات لشؤون البيئه وخدمه المجتمع واشياء من هذا القبيل. المتوقع ان انتوا حاطين في الخطه بتاعه الكليه بتاعتكم استاذ اسلام ايه الفتره الجايه على الشورت ران وعلى اللونج؟ هو حقيقه اولا قطاع البيئه في كليه العلوم عامه او في الكليات بشكل عام هو قطاع طبعا مفعل على مستوى الكليه وعلى مستوى الجامعه. يعني في حاجه اسمها وكيل كليه لشؤون المجتمع خدمه المجتمع والبيئه زي دكتور اشرف عبد العاطي كده في كليه العلوم جامعه عين شمس. هو بصراحه متعاون جدا. بيبتدي اللي احنا اصلا في مجله بيئيه بشكل عام بتنزل كل شهر في داخل الكليه، انا طبعا من الناس اللي بكتب فيها عامه. فالتوعيه كده هي شغاله، ولكن القطاع ده بنبتدي نتعاون مع القطاع المدني بقى اللي هو ممكن الجمعيات اللي هي مهتمه بالقطاع ده تبتدي اللي هي ممكن تيجي تتعاون معانا في الجامعه، يبتدي اللي هم يفيدوا الجامعه زي مثلا الناس اللي هم شغالين على جرينتش اللي هم بتوع التشجير عامه، دي مبادره كويسه جدا. الناس اللي هم شغالين على دلوقتي سحب بعض المخلفات من نهر النيل، دول لما بيجوا مثلا الجامعه عندنا لو احنا عملنا تعاون معاهم هيبتدي اللي هم يوعوا الطلبه، فالطلبه دي هتبقى هيزيد العمل التطوعي ليهم وهيبتدي اللي هم يشاركوا. طبعا كليه العلوم طبعا هي رائده في مجال العمل التطوعي او مجال العمل البيئي بشكل عام. برضه الاستاذ الدكتور احمد علي اسماعيل عميد الكليه دايما بيدعو للعمل التطوعي والعمل المشاركه. تمام.
وده كان في مؤتمر الكليه السنه اللي فاتت في شرم الشيخ، كان في الغردقه اسف. كان سياده اللواء محافظ البحر الاحمر كان موجود المؤتمر بتاع كليه العلوم جامعه عين شمس، تحت طبعا قياده الدكتور احمد علي اسماعيل والدكتور محمد الرائي وكيل الكليه. ابتدوا اللي هم فعلا اللي احنا ممكن ازاي نشارك، اللي هو المؤتمر بتاعنا بتاع كليه العلوم لما بيتعمل مثلا في الغردقه او كده، اللي احنا الطلبه او الباحثين اللي هناك هم ممكن يشاركوا بعد كده في الحملات التطوعيه خلال فتره المؤتمر. يبقى المؤتمر شغال الصبح فيه محاضرات وكده، ومثلا اخر النهار بيبقى زي حملات توعيه للناس اللي هناك نفسهم على طبعا للسياحه الشاطئيه مثلا هناك، لعدم القاء المخلفات. في افكار كتيره جدا احنا عايزين نبتدي ان احنا ترن الحاجه دي، مثلا زي السياح اللي بيجوا مثلا في المطارات وكده، نبتدي ان احنا ممكن نتكلم معاهم او يبقى في زي لافتات كده ارشاديه، اللي هو مثلا ما تلوثش البحار بتاعتنا على اساس لما تيجي تلاقيها تاني كويسه زي ما انت. لازم الناس تدرك ان القاء اي حاجه في المحيط او في البحر بشكل عام هي مش مشكله دوله او مش مشكله قطاع صغير، هي مشكله العالم كله. كلنا شفنا المشكله اللي كانت متواجده جدا الصيف اللي فات واللي قبله، مشكله السحالف او السلاحف اللي تم اختراقها بالاكياس البلاستيكيه. دي طبعا مشكله كبيره جدا على نطاق حاجتين. في البحر المتوسط طبعا في طبعا تعديات كتيره جدا، في حاجات بلاستيك كتير بتترمي، وفي حاجه اسمها خطر الشباك، اللي هي بعد لما الشبكه بتاعه الصيد بتبوظ في ساعات بيرموها جوه البحر. طبعا الشبكه دي بتنزل في البحر بتاخد معاها بعض الكائنات بيتحبسوا تحت، طبعا يفضلوا اكنها بقى سجن جوه. بعض الكائنات طبعا ده طبعا كانت مأساة كبيره جدا. بيبتدي المخلفات البلاستيكيه الصلبه تبتدي اللي هي ساعات هم بتخش في دماغهم، في راسهم، في دماغهم او في الامعاء بتاعتهم، بتموتهم بشكل عام. طبعا السلاحف بقت مهدده بالانقراض بشكل كبير جدا. مصر يعتبر كانت مرسى علم والاماكن اللي هي على الساحل المتوسط كانت من الاماكن اللي هي فيها سلاحف بشكل كبير جدا. بعد طبعا جهود الدوله في اللي هي تعمل محميات، هي موجوده طبعا، والقطاع المدني موجود بشكل كبير، المجتمع المدني موجود بشكل كبير، ولكن طبعا القصه في السلوكيات نفسها هي دي المشكله الكبيره بالنسبه لنا. فهم طبعا دول الشباب زي سندس وزي المجموعه اللي معاها، هم دول اللي احنا ابتدينا نتكلم ان احنا ننشر داخل الثقافه من الطفل الصغير اللي هو يتكلم البيت يا ماما انا مش عايز اخد اكياس بلاستيك معايا المدرسه، للشخص الزوار زي مثلا في الحدائق العامه، حديقه الحيوان، الناس اللي هم ممكن هيسافر كده مثلا في الصيف البحر، حاول ما ترميش حاجه، يعني كل اللي اعمله جمع الحاجه معاك وارميها في الشاطئ بعد كده في الاماكن المخصصه للزباله يعني وكده. بس انا خدت بالي من كلامك وانت بتقول ايه الشباب زي سندس مش عارفه ايه، مدرس مساعد انت شباب الشباب يعني حاسه انك بتتعامل وكانك مفصول، بالعكس ده انت معاهم جدا طبعا يعني. طبعا هو احنا كل عامه المجال الاكاديمي عامه هو الشخص بيظل طالب لحد ما يكون استاذ، لان هي كلها دراسه من اول لا انا مش بتكلم عن المجال الاكاديمي، انا بتكلم على مجال العمر ومجال الشغل بالايد يعني والعمل. لا وطبعا شغل بالايد طبعا. هي خريج بقالك كام سنه يا دكتور؟ انا خريج بقالي دلوقتي داخل في سنه 6 اهو. طيب تمام يعني 6 سنين 2013 مش كتير جدا يعني. كان وقتها في بقى نشاط بيئي بتقوم بيه ولا النشاط كنتوا البيئي مفتقدين ده فبادرت انك تقدم للطلبه الحاجه اللي ما كانتش شويه فعلا كنا يعني مفتقدين، فعلا شويه كنا مفتقدين بعض النشاط اللي هو اللي انا انزل على ارض الواقع. كان داخل نشاط، كان في نشاط ولكن داخل الاطار الكليه او داخل اطار المؤسسه اللي زي الجامعه، ما كناش بننزل حالات علميه بشكل كبير، مع ان كان في برضه بعض الحاجات بس بسيطه جدا. هي موضوع البيئه دلوقتي بقى شاغل بشكل كبير جدا، لان المؤتمر بتاع التنوع الحيوي اللي كان موجود في مصر نوفمبر 2018 فعلا عمل طفره في قطاع البيئه بشكل عام، خلى الطفل والشاب والراجل الكبير كله عايز يشارك في قطاع البيئه فعلا، اللي هو يفيد اللي حواليه، لان هي البيئه في الاخر خالص هي دي حاجه بتخصنا كلنا. دي يعني البيئه ما فيش حاجه اسمها ان اي دوله ممكن تحمي البيئه، هو الشخص ما حماش البيئه هتبقى طبعا متدمره جدا، ما فيش قطاع واحد يقدر يحمي البيئه لوحده. فطبعا التاني اللي احنا حاجه كنت فعلا بحلم بيها، اللي انا يكون معايا مجموعه من الشباب وانا طبعا معاهم اللي احنا نعمل فرق توعويه للشخص الصغير والشخص الكبير، الشخص المثقف والشخص العادي، والمثقف اللي هو ممكن يبتكر حاجات اللي هو تساعد على حل مشاكل بيئيه، او الشخص اللي هو العادي اللي هو ما يكونش ممكن على قدر عالي من الثقافه، اللي هو يغير على الاقل الاساليب الخاطئه بس اللي هو بيعملها لاساليب حميده اللي هي تنفع المجتمع وما تلوث البيئه بشكل عام. لازم اروح المحميه ولازم اروح اماكن بعيده ولا من جد التحيه مشاهدينا، اهلا بيكم من جديد. اسماء عبد المريد رابعه
علوم القاهرة. القاهره. اهلا وسهلا بيكي، انضمت أهلا لنا في وسهلا الاستوديو. اهلا وسهلا بيكي. انت علوم القاهره وهم علوم عين شمس، تعرفوا بعض منين؟ هو حصل ان انا اتقابلت مع احد اعضاء الفريق، كان في تدريب عن التعريف باهداف التنميه المستدامه. برضو اهداف التنميه المستدامه اللي احنا بنسعى ان احنا نحاول نطبقها برضو تبع مصر، برضو مشاركه بالخطه بتاعه 2030 للحفاظ او للمساهمه في ان احنا هنعمل زي فعاليات تساهم في ان احنا نطبق اهداف التنميه المستدامه في مصر. اتقابلت معاها، وبعدين هي حاولت ان هي رشحتني لاعضاء الفريق، وقابلت دكتور اسلام. هو الحمد لله كان هو شخصيه متفتحه، قدرت ان هي برضو عايزه نتوسع اكتر ونفهم افكار اكتر ونعرف اكتر عن خبرات بعض يعني. تمام، اتعرفتوا، ابتديتوا تشتركوا. انا عارفه ان السوشيال ميديا مش مخليه حد بعيد عن حد، يعني بقيتوا بتتواصلوا اكيد فيسبوك ولا مش عارفه واتساب، ولا يعني اكيد في حاجات كتير بيتم التواصل بيها، بس التجمع في مكان واحد. سندس قالت لي كان اول نزول بيبقى في محميه وادي دجله، وبعدين ابتديتوا تعملوا ايه بعدها؟ ابتدينا بعد كده، كانت تاني فعاليه لينا ان احنا قدرنا نشارك في اليوم العالمي لحمايه الحياه البريه. ده كان تحت اشراف الامم المتحده في مصر، وكان حاضر ناس كتير قوي منهم ممثله الامم المتحده في مصر، وكان في ناس كتير من الوزارات زي وزاره الزراعه ووزاره البيئه، وكان في برضو يعني مبادرات زينا يعني سينت كتير زينا يعني. فكنت مشاركه معاهم في الجزء بتاع التوعيه، وان احنا برضو بنحاول نعمل زي نتوركينج مع كل الناس اللي معانا، بحيث ان احنا نوحد جهودنا ونقدر ان احنا نوصل لتغيير الوعي، لانه طالما احنا ما قدرناش ان احنا نغير وعي، ما قدرناش ان احنا نزرع فكره جديده في المجتمع بتاعنا، بالتالي كل الجهود اللي احنا هنعملها مش هتبقى فعاله كفايه، لانه الاشخاص نفسهم ده مش حافز جوه منهم ان هم يقدروا فعلا يساعدوا على البيئه، وان هم شايفين ان حاجه زي دي لو هم ما احترموهاش بالتالي هم ممكن يكونوا مش موجودين يعني. علشان بقى عايزين نوصل الحماس اللي عند الشباب، سواء سندس او سواء عند اسماء، يبقى عند الناس. تمام. نعملها ازاي؟ هم مؤمنين قوي، وشوف هم بيتكلموا حماس قوي، مؤمنين قوي اللي بيتكلموا عليه. طيب ننقل بقى الايمان ده ازاي للناس؟ طيب احنا طبعا لما بنيجي بنتارجت التوعيه لازم نكون المرحله العمريه هي في دماغنا مين المرحله اللي احنا بنوعيها مثلا دلوقتي. فمثلا احنا لو هنشتغل على الاطفال مثلا اللي هم بيجوا زي حدائق الحيوان، زي الرحلات المدرسيه اللي بتيجي دلوقتي، المتحف حديقه الحيوان طبعا في تطورات كتيره جدا حصلت تحت قياده اللواء محمد الرائي في المتحف حديقه الحيوان. بيجي مدارس هناك، ابتدينا اللي احنا مع الدكتور المسؤول عن المتحف دكتور فاتن اللي احنا نتكلم مع الولاد دول. نبتدي في المستقبل احنا هنبتدي نعمل لهم زي ورش عمل صغيره، بعض الهدايا على اشكال الحياه البريه زي اشكال الزرافات واشكال الفيله والكلام ده نبتدي نديها لهم، زي بعض الحاجات اللي هي البراشز اللي بتتحط على التيشيرتات وكده، هم بيفرحوا جدا بيها. بعض المسابقات اللي بتتعمل برضه عن الحياه البريه، مجرد ساعات بنوصف بعض الكائنات نبتدي اللي هم يقولوا لنا ايه الكائنات دي. بعض المسابقات اللي ممكن تتعمل داخل ان شاء الله احنا بنفكر ان احنا نتعاون مع وزاره البيئه وزاره الشباب، اللي احنا في مراكز الشباب اللي احنا ممكن نبتدي ننزل في ايام العطله زي الجمعه والسبت وكده، نبتدي ان احنا مع الاطفال الصغيرين نعمل لهم زي مسابقات عن البيئه. ممكن الحيوان اللي تعرفه نفهمه بعض الحاجات الصغيره جدا اللي هو ممكن تغير من يومه، زي السلحفاه دي لو انت رميت مثلا كانت البيبسي مثلا في الميه او في النيل، ده هيأثر على مثلا الاسماك، فالاسماك دي في الاخر مش هتجيلك اللي انت تاكل. نبتدي الحاجات البسيطه جدا اللي هي توصل للطالب. طبعا المسابقات والكلام ده بيبتدي اللي هو يحفز الطالب. طيب الراجل الكبير لو هو قطاع مثلا مستثمرين زي ما قلنا، هو ليه يغير في قطاع البيئه؟ يعني مثلا زي استخدام السنجل يوز بلاستيك، هو بالنسبه له تجاره مربحه جدا ان انا استخدم اكياس البلاستيك، ليه استخدم حاجه ثانيه؟ طبعا اكياس البلاستيك هم لما بيجي هي كسعر هي قليله جدا بالنسبه له، اكتر حاجه ممكن يستخدمها في التعبئه او في اي حاجه بالنسبه له احسن. طيب ليه هو يغير؟ بنفهمه ان البلاستيك ده لما بتيجي انت ترميه في البحر وبعد كده كعدم استخدام بعد ما بيبوظ، يعني بيبتدي اللي هو هيأثر على البيئه بشكل عام. التغير المناخي اللي هيطلع من المصانع، الملوثات اللي تطلع من المصانع هتأثر على التغير المناخي. طبعا التغير المناخي ده يعني بنتكلم بيحصل ساعات في البحر بعض المشاكل المناخيه في البحر بشكل كبير في الجو. تغير مناخي اكتر من اللي احنا فيه، احنا في الجو ده بيأثر على الجو عندنا في مصر، حر جاف صيفا، دافئ ممطر شتاء. احنا بنصحى الصبح بنلاقي الدنيا حر جدا، بنيجي بالليل بنلاقيها بتمطر، يعني احنا مفيش تغير مناخي اكتر من اللي احنا فيه دلوقتي. هو كده كده هيصرف الكلام ده بعد كده في التهويه زي في التكييفات والكلام ده كله، او الشحنات نفسه اللي بتجيله من بره كاستيراد، دي ساعات بتحصل هي بتغرق في البحر بسبب التغير المناخي، لان
هو المفروض مثلا الخط ده مثلا متعود اللي هو بيكون مثلا درجه الحراره فيه كذا، المناخ فيه كذا، الامطار كذا، كل ده ممكن يتغير في ثانيه. السفينه بتلاقي نفسها دخلت في مجموعه من الامواج هي عمرها ما كانت مرت بيها قبل وبعيدا ان كده. شحنته لو ما تمام. وصلتش هياخد التامين. هي المشكله يعني انتوا تتكلموا بقى شركات التامين هي اللي هتهتم اكتر. كله بيهتم، في هذه لان هو برضه المرحلة لما حاجه زي كده شحنه تغرق او 2 أو 3 في مصانع ساحليه نفسها موجوده، اللي موجوده في سواحل اوروبا او في سواحل الصين او كده، كل ده هيغرق، فبالتالي السلعه هتزيد عليه برضه، بالتالي الشحنات بتاعته هتتعطل، فالسوق بتاعه هيقف. فهي القصه مش قصه اللي هو مين هيدفع، ولكن هم المنظومه كلها هتتعطل. بنفهمه طبعا اللي هو ده مشكله البيئه عامه، هي مشكله طويله المدى. البلاستيك يعتبر من الحاجات اللي عامله زي الالغام بالظبط، اللي هي ممكن الكيس الواحد ياخد من 20 30 سنه عشان يتحلل جوه الميه، وبالتالي اوقات كمان بتبقى اكثر. يعني بالتالي كل مثلا كائن بحري هو معرض في خلال 20 30 سنه اللي هو يبقى ترابد بحاجه زي كده. تمام. نعم. فطبعا دي مشكله كبيره جدا، فبنحاول ان احنا نوصل له ان ده هدف قومي لازم تسعى عليه الدوله، زي اهداف التنميه المستدامه زي الهدف 6 والهدف 13 و12 اللي هو الحياه في البر وفي البحر، و14 و15 اسف. والحاجات دي لازم فعلا العالم كله دلوقتي بيغير فيها. بعض القوانين دلوقتي على مستوى العالم زي اوروبا مثلا 2018 ابتدى البرلمان هناك بيدعو لعدم استخدام السنجل يوز بلاستيك، وبالتالي 2020 السنجل يوز بلاستيك هيتوقف تماما. يعني المستثمر اللي هو في مصر اللي هو بيصنع هنا هو خسر سوق اوروبا كله، فبالتالي انت هتستنى اللي هو يفرضه عليك انت ما تبيعش، وهتخسر مجال كبير جدا من التجاره بتاعتك. فلو هو ابتدى يغير دلوقتي، ابتدى اللي هو يستخدم حاجات بديله زي الكرتون، زي التعبئه، زي الحاجات اللي هي مصاحبه للبيئه، حتى البلاستيك اللي هو بيتحلل. يعني في بلاستيك مش سنجل يوز بلاستيك اللي هو ممكن ان احنا نعمل له ريسايكل بعد كده، ده هيفيد هو على مستوى مش بنتكلم في سنين، ده ممكن سنه سنتين. 2020 بنتكلم في اقل من سنتين 3. نعم. تمام. نعم. فبس يعني فهو ده احنا هو لازم المستثمر او لازم الشخص العادي يفهم ان ده في صالحه هو. التجاره عامه في القطاع ده هي مش تجاره النهارده بس، هو المفروض ده راس المال بتاعه بيبنيه في يوم واثنين وثلاثه وسنه وسنتين وثلاثه، وبالتالي احنا بنفهمه ان انت لو ما خدتش خطوه النهارده ابتدي العالم كله بيحظر الاستخدامات دي. المشكله الاكبر طبعا اللي ممكن تحصل، طبعا ما نتمناش حاجه زي كده تحصل، ان ممكن بعد كده المجتمع الدولي يبتدي يفرض على البلاد عقوبات على البلاد اللي مشاركه بشكل كبير في التلوث. زي ما قلنا مصر ثالث دوله في افريقيا، وواحده من 20 على مستوى العالم في اكبر الناس الملوثه، اكبر البلاد الملوثه المحيطات والبحار. فبالتالي ممكن فجاه نلاقي نفسنا غرامات اتفرضت على الدوله، وبالتالي هي الدوله مش هتدفع لان هي ما شاركتش، هو مين اللي هيدفع؟ المستثمر برضه. نعم. فبالتالي هي الدايره كلها هتقفل عليه في الاخر خالص. طيب فكره ان انتوا عايزين تعملوا انشطه، سواء انكم تعملوا ورش عمل صغيره، انكم تقدموا هدايا عينيه على شكل حيوانات زي ما كان استاذ اسلام بيقول، ده كله محتاج دعم. انتوا بتصرفوا على الحاجات دي منين؟ هو الفكره ان احنا بنحاول، تعتبر جهود شخصيه. احنا بعد كده عايزين ان احنا نحاول يبقى في معانا دعم سواء من وزاره الشباب والرياضه. احنا تعتبر مبادره بتستهدف الاطفال والشباب، فبالتالي احنا محتاجين علشان نكبر محتاج ان احنا دعم اكتر. وفي نفس الوقت احنا بنحاول اكتر ان احنا ندور على افكار وندور على التنظيم. فاحنا بالظبط احنا شغالين اكتر على فكره الوعي. ففكره ان احنا مثلا هدايا مثلا تتقدم، او في اماكن مثلا بنحتاج لها تصريحات او كده، طبعا هيبقى اسهل لو احنا مثلا معانا دعم من الوزارات. حاجه تانية برضو احنا شغالين برضو تاني على فكره ان احنا بنحاول ننشر ثقافه جديده. فبالتالي في الاول مش هنبقى محتاجين قوي حاجات بالظبط، او حاجات بالظبط كتير ان احنا نشتريها. يعني هو الفكره ان احنا بنحاول ان احنا نخلي فيه كوميونتي، مجتمع خاص بينا، مجتمع احنا بنخلقه بحيث ان هو لو واحد بس عارف هيتجه ان هو البيت بتاعه كمان هيعرف، زمايله ممكن يعرفوا. ممكن تبقى الفكره في الاول غريبه، ولكن مع الوقت هيبقى فيه قبول ليها اكتر، وبالتالي الناس هتقدر ان هي تطبقها احسن. يعني اكيد. فكره التعامل مع المستثمرين والشركات والمصانع، ازاي تقدروا تقولوا لهم يا جماعه دعمونا؟ يعني انا عارفه انكم حاولتم وانكم مستمرين في القصه، بس هو هل في نوع من انواع الاتفاقيات مثلا مع وزاره الشباب زي ما كنت لسه بتتكلموا في نقطه ان احنا نقدر نتفاهم معاكم ونقدر ندعم لكم شغلكم بشكل ما؟ احنا الفتره الجايه بنحاول فعلا ان احنا نتواصل مع القطاعين زي ما قلنا، موضوع الوزارات، اللي احنا نبتدي اللي احنا نتكلم مع ممثلين الوزارات، مثلا ان احنا نعمل حملات توعيه بالاتفاق مع وزاره الشباب او وزاره البيئه، اللي احنا نوصل اللي هم يدونا الاكسس، اللي احنا نوصل للمدارس
والمصانع والمستثمرين بشكل عام، زي مثلا اللي هم اصحاب الماركتس الكبيره اللي هي ممكن تكون فعلا تغير. نفهمهم بالفكره اللي انا قلت لك عليها، اللي هو ان النهارده لو ما خدتش التغيير ده هيبتدي اللي هو بعد كده ممكن يتفرض عليك عقوبات في حاجات في قطاع البيئه بشكل عام، اللي هي ممكن بعد كده تفرض عليك عقوبات على اساس التلوث اللي بيحصل ده على مستوى البلد وعلى مستوى العالم. بالنسبه للحياه البريه عايزين طبعا ان احنا نبتدي نتعاون مع زي حديقه الحيوان. ده حصل بالفعل، اللي احنا لما رحنا في اليوم العالمي للحياه البريه وكانت اغلب الكلام عايزين نبتدي. تمام. فين الحاجات اللي موجوده بالفعل؟ الحاجات يعني جامعه عين شمس من الجامعات الكبيره والقديمه والعريقه، وكليه العلوم موجوده من زمان، وقسم البيئه برضو موجود من زمان. اكيد في نشاطات موجوده بالفعل. ده فعلا. حاولتوا تدخلوا شغلكم في وسط الشغل اللي موجود بالفعل، ولا انتوا عندكم فكره معينه او هدف معين من انكم تستقلوا بشغلكم لوحدكم؟ هو طبعا هو الموضوع كله مترابط. يعني احنا مثلا لما رحنا مؤتمر تنوع الحياه في شرم الشيخ كنا مشاركين بورشه عمل عن نوعين عن الملوثات اللي هي البلاستيك والحاجات اللي هي بتاثر على الملقحات زي الافراط في استخدام المبيدات. الورشه العمل كان حاضر فيها طبعا اعداد كبيره من الباحثين على مستوى العالم، كان من بلاد كتيره جدا، طبعا ممثله جميع القارات اللي على مستوى العالم. هي دي اللي احنا بننقله للكليه في بعض الورش اللي احنا اتعملت وهتتعمل، زي كان لسه موجود في ورشه عمل صون الطيور المهاجره، كان استاذ دكتور مجدي في قسم علم الحيوان كان هو عاملها، كان جايب اللي هم بتوع مشروع صون الطيور المهاجره في الجامعه. القصه اللي احنا نبتدي ابتدينا اللي احنا نتكلم بعض الطلبه هناك في الكليه، ابتدينا احنا مع قطاع شؤون البيئه اللي احنا نعمل بعض الايفنتس اللي هي بتهتم بالقطاع ده، لاننا احنا عايزين نبدا برضو من قطاع اللي هو الطالب المثقف جوه الجامعه، هو ده اللي هيساعدنا على نشر الفكره بشكل اكتر، اللي هي فكره الحفاظ على البيئه وعلى الحياه البريه. الحياه البريه دلوقتي احنا برضو احنا ما اتكلمناش فيها كتير. احنا معانا مجموعه من الشباب اللي هم اعضاء التدريس زي ما قلنا، المدرسين المساعدين وبعض اعضاء التدريس المدرسين، زي الدكتور محمد جمال، ده مصور مثلا معتمد في ناشونال جيوغرافيك، بيبتدي اللي هو الكائنات دي بيكتب التصنيف بتاعها، النوع بتاعها، من الحاجات المهدده بالانقراض. بنبتدي للاطفال او للشخص العادي في الشارع، لو انت شفت حاجه زي كده بتتباع ابتدي كلم وزاره البيئه. ده الهدف الاساسي، اللي هو الانواع دي لما طبعا هيحصل لها مشكله، هي سلسله غذائيه كلها واحده، هيبتدي اللي هو هتاثر على الحياه بشكل عام. فهو ده دورنا، دور توعوي بشكل كبير جدا. ممكن ازاي اللي هو يكبر عن طريق لو فعلا ادعمنا من بعض المؤسسات والوزارات، نبتدي اللي احنا ممكن نعمل زي بوسز مثلا جوه الجامعه او داخل الحدائق، او يبقى في شكل دوي في الاماكن العامه زي حدائق الحيوان وكده. نبتدي اللي احنا نكلم الناس. الفلايرز طبعا دي بتتكلف طبعا فلوس، والبروشورات والفيديوهات والميديا والتصوير مثلا بعض الكائنات في مواطنها الاساسيه في على مستوى مثلا الدلتا وعلى مستوى المحميات بشكل عام. كل ده طبعا محتاج مجهود، محتاج طبعا رحلات، محتاج فلوس طبعا. فهنبتدي اللي احنا لو الدعم ده موجود هنبتدي اللي احنا طبعا الموضوع هيزيد اكتر، هيبتدي الناس هتعرف اكتر عن لكن الان مفيش شركات بالفعل متعاونه لسه طبعا ما فيش بشكل. احنا ما بقالناش كام شهر، نعتبر من نوفمبر ده مع المبادره، ولكن مع أيوة. الكليه مع الكليه طبعا اكيد قطاع البيئه اكيد طبعا متعاون مع قطاع خاص، لاني حاجه زي مثلا المعمل المركزي في كليه علوم جامعه عين شمس بقياده الاستاذ الدكتور ايمن حلمي مثلا، ده القطاع الخاص بره بيبتدي اللي هو يتعاون مع مثلا زي شركات بيبسي وكده، بيبتدي بيعملوا تحاليل عندهم تمام. بيبتدي هم الشركات والمصانع بيبتدوا يعملوا مثلا تحاليل جوه داخل الكليه، لان مثلا الكليه بتدي خطابات اعتماد من جوه اللي مثلا ان العينات دي سليمه ما فيهاش مشكله. فلازم كده القطاع الخاص هو كده مجبر اللي هو يتعامل مع المؤسسات زي كده، لان هي بتدي له زي فاليديشن في السوق اللي هو كويس والمنتج بتاعه كويس. فطبعا الشغل المعمل المركزي الفتره اللي فاتت كان عامل شغل كبير جدا. ان شاء الله هنتعاون معاهم مع الاستاذ الدكتور ايمن حلمي اللي احنا نعمل حاجه عن اداره المخلفات الالكترونيه. هو كان لسه في طالب معاه او طالبه على ما اعتقد. يعني المخلفات الالكترونيه زي الحاجات اللي هي دلوقتي طبعا ده واخد ترند كبير جدا في مصر دلوقتي، اللي هي المخلفات اللي هي زي الكمبيوترز وزي الموبايلات وزي اي حاجه فيها شريحه او فيها داتا او فيها دايره كهربائيه بشكل عام، هيبقى في زي صناديق ليها. الصناديق دي هيبتدي اللي هم الناس تحط فيها الحاجات دي، يحصل اعاده تدوير ليها، ويبتدي اللي هي تروح مثلا لبعض الشركات او المصانع اللي هي هتعمل كده، هتعمل ريسايكلينج، وهتبتدي اللي هي تشتريها من مثلا لو من الجامعات او من الاحياء بشكل عام. فطبعا هتبقى منفعه بشكل كبير اللي هي بتعمل لها ريسايكلينج، وفي نفس الوقت بتخلص المجتمع منها، لانها طبعا ليها اثار كبيره جدا ضاره يعني. طبعا
اسماء، لازم كنت تشتركي في مبادره جامعه عين شمس، ما كانش عندك مبادرات عندك في الكليه؟ هي كانت الفكره، انا الموضوع ابتدى معايا انا بشكل شخصي، ان انا اتعرضت في القسم بتاعي لكورسات كتير جدا بتتكلم عن البيئه، وانا من صغري برضو اتعرضت لتوعيه برضو عن البيئه، وان احنا نستعمل حاجات مثلا عليها اللوجو بتاع الريسايكل. فهي ابتدت معايا بشكل شخصي من وانا صغيره. بعدين ابتديت ان انا بحاول اكلم زمايلي او كده لو في اي مبادرات او حاجه، فوصلت المبادره بتاعت حراس البريه. لكن انا في البدايه كان الموضوع معايا بشكل شخصي ان انا بقلل استخدام البلاستيك، او بحاول الى حد ما استخدم اغراض اقل. وكل ده لانه احنا لما بنستعمل اغراض اكتر احنا كده بنجبر الصناعه ان هي بتخلي حاجات اكتر، بالتالي هيبقى فيه زي ويست او بقايا يعني اكتر. فبحاول اقلل الاستخدام، لان تقليل الاستخدام او الترشيد او الاستعمال بطريقه صح هيخلي ان احنا ما فيش بالفعل نفايات كتير، وبالتالي احنا قفلنا الدايره بتاعه الصناعه، احنا قللنا الاستخدام بتاعنا. نورتوني وشرفتوني، ومعجبه جدا بالمجهود اللي انتوا بتعملوه، معجبه اكتر بالحماس وقد ايه انتوا متحمسين للي انتوا بتعملوه. نتعشم ان الحماس ده ينتشر بين الشباب، كل واحد بيبقى مؤمن بقضيته يحاول ان هو ينشرها بين الناس، ويحاول ان هو فعلا يكون بيعمل حاجات مفيده، ما نبقاش يعني عمالين نقول بس عايزين تغييرات عايزين تغييرات، واحنا مش بنعمل اللي علينا قوي. استاذ اسلام سعد عدلي، مدرس مساعد بكليه العلوم جامعه عين شمس، شكرا ليك وشكرا لوجودك معانا. اسماء عبد المريد، السنه الرابعه بكليه علوم القاهره، شكرا ليكي، اهلا وسهلا بيكي. وكانت معانا سندس رؤوف من كليه علوم جامعه عين شمس، نورتوني، شكرا لوجودكم معايا. مشاهدينا هقابلكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده، وشارك. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.